مساء الخير على عيونكم حبايبي. النهاردة هنعمل أجمل نوع تحلية من بتاعة زمان بطريقة بسيطة جميلة جدا. الكل بيحبه، الكبير قبله الصغير، ينفع في الفطار أو العشاء. بنص كيلو رز بس عملنا أجمل رز بلبن بطريقة جميلة جدا وغير مكلفة، هتفرح أولادنا. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بنص كيلو من الرز المغسول، هننزل عليه بكمية المية، عبار الرز عليه عبار من المية. هننزل بمية دافية عشان الجو برد، مش هحط عليه ملح ولا اي اضافات، هي المية بس. اول ما يبدأ يغلي ههدي عليه النار خالص لحد ما يستوي. هو كده استوى معايا. ابدأ انزل عليه بلتر ونص خليط من المية واللبن. لو حابين تحطوا لبن صافي حسب راحتكم، بس انا بحب احط خليط من الاتنين، او التلتين لبن والتلت مية، لانه لما بيبقى بلبن صافي بيتلسع مننا بسرعة واحنا بنسويه، لكن لما بيبقى خليط بين الاتنين فان شاء الله بيطلع جميل جدا، وبتلاقي الحلة بتاعتك في الاخر نظيفة مفيش اي حاجة فيها لازقة من تحت. بعد ما حطينا اللبن والمية هنبدأ نقلب الخليط بتاعنا، وننزل بكوباية من السكر، كوباية من بتاعة العصير او كوباية وربع حسب درجة حبكم للسكر. هنبدأ نقلب لحد السكر بتاعنا ما يدوب. بعد كده هننزل بورقة من الفانيليا، وهنستمر في التقليب علشان ما تلسعش مني. نقلب بقى لحد ما يستوي معايا. هو بدأ يغلي معانا اهوت، بنقلب فيه تقليب مستمر عشان ما يتلسعش مني، وناخد بالنا اول ما يستوي ما بنشفهوش خالص، بسيب فيه نسبة سائل اللي هو اللبن، علشان اول ما بنسيبه ينشف وبنعبيه في البلاد الوش بتاعه بينشف جدا عشان هو طبعا نشا. هو كده استوى، بسيب شوية من السائل، ببدأ اعبيه في البولات. طبعا زي ما احنا شايفينه مستوي وفيه سائل في ريحه. هاخد بقى شوية بعد ما عبيت البولة شوية من السائل احطه على الوش علشان وشه نفسه ما ينشفش. هو كده شكله بعد ما عبيته. هنبدأ بقى نعمله تزيينة خفيفة كده جميلة كنوع من التغيير. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بكوبايتين من المية، عليهم 3 معالق او 4 من السكر، 3 او 4 حسب الرغبة، السكر ده انتوا اللي بتحددوه. معلقتين من الكاستر. هنبدأ نقلب على البارد الأول لحد ما ندوب السكر والكاستر بتاعنا عشان ما يتكتلش مني. بعد كده هنبدأ نشغل النار بتاعتنا ونبدأ نقلب تقليب مستمر لحد ما النشا القوام بتاعه يتقل واوصل للدرجة اللي انا عايزاها. هو كده بدأ يتقل معانا. هنبدأ بقى نطفي عليه النار ونسيبه يبرد شوية علشان احطه على وش الرز بلبن. اول ما الكاستر بتاعي بيهدى ببدأ اعبي، بحط يعني يعتبر كمية مناسبة كده على البولة بتاعة الرز بلبن، تديه شكل كده يعني كنوع تغيير. بنقدمه بقى معانا في الفطار او في العشاء، بيبقى جميل جدا ومفيد جدا طبعا لانه اصلا معمول باللبن. اتمنى ان الفكرة تعجبكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم، وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة. واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد، واحنا مش هنكبر غير بيكم ومعاكم، وبإذن الله نتقابلوا في وصفة جديدة، والسلام عليكم.